عاد للبيت متعكزا على إحدى العصي المخصصة للمشي، مدخن الجراح وقدم واحدة. مضت أعوام كثيرة على غارات جوية يتبعها مشاة بدبابات، وصراخ أقرانه الذي لا ينقطع يحذف قنبلة تارة ويحتمي من أخرى، يتتبع تحركات العدو وتعليمات قائده معا. الجثث الملقية في كل مكان تكاد تغمر أرض المعركة كلها. يقفز من خندق لآخر ويدافع بكل بسالة، خوف وقوة. يراوغه أحد جنود العدو الذي نفذ ذخيرته. في المنتصف تلقى طعنة قاسية رغم محاولته بتداركها، لكنها أبت إلا الاستقرار في النهاية بأحد كتفيه. انتزع السكين المدبب من جسده المدمي ودق عنق الغاصب. فقد وعيه لحظات حتى بدأت أذنه تصفر عاليا، ثم أقل فأقل شيء. الدم يغطي جسده، لا يعلم مصابه حتى لحظ قدمه التي بترت. يصرخ بصخب مهول منقطع الأنفاس حزنا وألما على ما حل به. ينادي ويناجي باكيا مستنجدا حتى توقظه أمه. فالحرب لم تمت بداخله، لا زالت مشتعلة في عقله ليلا كل يوم. يعيش كل يوم ذات الحرب وذات الوجع المتكرر. فالأضرار ما بعد الحرب أسوأ من الحرب نفسها.